أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم. حابين تسمعوا اليوم كمان قصة؟ راح أحكي لكم قصة. زي ما شفتوا إحنا اليوم بمغارة علي بابا. بتذكرني هاي القصة بغناية قديمة زمان كنت أسمعها، كانوا يغنوها: هي علي بابا، هي علي بابا، علي بابا علي بابا علي بابا، هي علي بابا. كان يا مكان نحكي ولا ننام؟ طبعا نحكي، يلا نحكي. زمان 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 كان في بغداد، اللي هي عاصمة العراق، كان عايش اثنين إخوة. واحد اسمه علي بابا، وأخوه الكبير اسمه قاسم. قاسم كان غني كتير، بس كان طميع وما كان يتعامل مع أخوه منيح. علي بابا كان فقير، عايش على الحطب، يروح على الغابة يحطب، يقبع شجر هيك خشب، وعايش من هاي الشغلة. يوم من الأيامات كان علي بابا في الغابة وكان عم بحطب، فجأة ولا سمع ضجة كبيرة من بعيد، خاف، أخذ حماره وتخبوا هيك ورا شجر ورا إشي، وقعد يطلع مين هدول اللي جايين. ولا هني 40 زلمة راكبين على حصوني، وهم جايين، هي 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 هي، درقد 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 درقد، هي. طلع هيك، ولا في واحد كبير هيك، اول واحد كان راكب على الحصان، وقف قدام صخره كبيره. شفتوها للصخره؟ اسا بتعرفوا شو عمل؟ قال: افتح يا سمسم. ما قال افتح يا سمسم، والله الصخرتين فتحوا هيك فتحه كبيره. طلع هداك، شوف الصخره فتحت، مش معقول. وفاتوا كل هدول ال40 زلمه مع الحصوني، فاتوا كلهم بالمغاره. وسمع من جوا عم بقول: سكر يا سمسم. ولا المغاره سكرت. استنى شوي، بعد شوي ولا سمع، شاف الصخره بتفتح كمان مره، وطلعوا ال40 زلمه اللي كانوا راكبين عليه الحصوني ومعن القائد تبعهم، وراحوا: سكر يا سمسم، سكر يا سمسم، وراحوا. اي، علي بابا طلع حاله، قال: اجرب انا، بركي بتنفع. اقول افتح يا سمسم بفتح. يلا، وقف قدام الصخره وقال: افتح يا سمسم. ولا الصخره فتحت هيك. فات علي بابا هو الحمار تبعه، طلع جوا، ولا شو، دهب، الماظ، ياقوت، اغراض كتيره. واو، سبحان الله، احمدك يا رب، اشكرك يا رب، ذهب، الماظ، ايش هذا؟ فهم انه هدلون ال40 هن حراميه، فعشان هيك اسم القصه ال40 حرامي، بسرقوا وبحطوا بخبوا اللي بسرقوه بهاي المغاره. شو بدي يعمل، شو بدي يعمل؟ كان حاطط على الحمار بالخرج تبعه، كان حاطط حطب، قام الحطب وحط محل ذهب والماس جور، عباهن على الاخر، وطلع. بس طلع قال: سكر يا سمسم. قام سكر المغاره وروح على البيت. راح على البيت عند مرته، قال لها: يا مرة الحقي، تعي شوفي ايش جبت. قالت له: شو جبت؟ جبت حطب زياده؟ قال لها: لا لا، شو حطب؟ شو، تعي شوفي. طلعت هيك، ذهب، الماس، ياقوت، من لك هذا كله؟ قال لها: اسكتي، تقوليش لحدا، خليه بالسر. طيب، طيب، بس قال لك: بدنا نبيعن هدول، كيف بدنا نبيعن؟ لازم نوزن الذهبات. كيف بدنا نوزن الذهبات؟ في عندنا ميزان؟ قلت له: لا، ما فيش عندنا ميزان، ما احنا فقراء، منين نجيب ميزان؟ قال لها: اسمعي، روحي عند اخوي قاسم، عنده ميزان، استقرض الميزان اللي عنده، بنزين هالذهبات وبنرجع له اياهن. قال له: طب واذا سالني ليش بدك الميزان، شو اقول له؟ قال له: جبنا كيس قمح وبدنا نزين القمحات. طيب، راحت لغاية، دقت على الباب، فتح لها اخوه علي بابا قاسم: اهلا وسهلا،
شو بدك يا مرت اخوي؟ قالت له اسمع، نحن عندنا شويه قمح بدنا نزينن في الميزان، بدنا نستعرض الميزان تبعكم ونرجع لكم اياه. قال لها قمح؟ منين لكم القمح؟ انتم فقراء. قالت له يعني. قاسم فكر شوي، قال اكيد مش قمح، في اشي تاني بس بدي اعرف ايش هذا. شو عمل؟ قام جاب دهن الميزان، دهنه هيك بشوية عسل. ليش؟ عشان كان زانه اشي يلزق، اشي يعرف ايش زانه. واعطاها الميزان، قال خذي الميزان. راحت هي زانوا الذهبات، حطوا قديش هالقد، قديش في الماظ، قديش في جواهر، قديش في ذهبات، زانوهن كلهن عشان لما يبيعوهن يعرفوا قديش يبيعوهن. مسكت الميزان تترجعه، الميزان لزق فيه شقفة ذهب صغير هيك، ليرة ذهب. ما انتبهتش، راحت رجعت الميزان. قال لها هات الميزان، هات شوف. طلع الميزان، ليرة ذهب. منين اجت ليرة ذهب؟ اخوي الفقير عنده ليرة ذهب، زان ذهب منين يعني؟ لازم اعرف شو اللي صار. راح لعنده على البيت، طق 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 طق، افتح يا علي. مين؟ قاسم؟ قال انا اخوي، تفضل تفضل. قال له شو زنتوا اليوم؟ قال له قمح. قال له قمح؟ وهاي الليرة الذهب منين اجت؟ قال له يا خي يا حبيبي، يعني انا بقول لك منين جبت الذهب، بس دير بالك يعني ما تقولش لحدا. قال له قول قول ولا يهمك. قال له في مغاره بالغابه وين شجره السندياني هاي الكبيره، بتعرفها؟ قال له بعرفها. قال له في جنبها صخره، بس هناك عند الصخره بتوقف بتقول افتح يا سمسم، تفتح. في 40 حرامي بحطوا كل الجواهر، مليان مليان عندهم. قال له عن جد؟ عن جد بتحكي؟ قال له بس تنساش بتقول افتح يا سمسم تفتح، سكر يا سمسم بتسكر. قال له ايه وين هيك؟ شو قاسم عمل؟ طميع هذا قاسم، جاب بغال، جاب جمال، بده ياخذ كتير، مش زي اخوه بس على حمار شوي. راح لغاد، فات وقف قدام المغاره وين شجره السنديان، وقف قدام الصخره، قال افتح يا سمسم. فتحت، فات لجوا، قال سكر يا سمسم، سكر عليه، فوت كل اللي بغال، فوت كل الحمير اللي جاب، عبى ذهب، عبى ذهب، عبى ذهب الاخر. هو عم بعبي ولا سمع ضجه، ولا مين؟ ال40 حرامي جايين، درقد درقد درقد، تخبى هو، خبى الحصون، خبى البغال، الحمير، باين ورا الشوكولات، ورا الذهبات، هيك سمع من برا صوت واحد بيقول افتح يا سمسم. فتحه، وفاتوا ال40 حرامي مع الحصوني، وصاروا يحطوا اغراض ذهب والماس جواهر منين جابوه، وقعدوا. جبتوا اكل؟ هذا الزعيم تبع الحراميه بيقول جبتوا اكل ناكل؟ جبنا. حطوا الاكل وقعدوا ياكلوا، وقاسم اخوه لعلي متخبي، وهن عم باكلوا ولا قاسم بده يعطس. اتشي يرحمكم الله، مين اللي عطس؟ انت؟ لا مش انا. انت؟ لا مش انا. طلع على 40 حرامي. مين اللي عطس كان؟ معناه في انسان غريب فات على مغاره. انسان غريب؟ دوروا، دور 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 دور، ولا لقوا لقاسم. قالوا له شو بتعمل هون؟ قال له انا عارف، مش عارف. قالوا له تعال هون. مسكوه وقتلوه، قطعوه ورموه. بس رموه علقوه على شجرة السنديان، قطع وراحوا. علي بابا استنى اخوه، ما اجاش. قال اكيد راح يبيع الذهبات اللي اخذت. ثاني يوم ولا مرته لاخوه قاسم اجت بتدق على الباب، علي يا علي، يا علي بابا افتح، شو في يا مرت اخوي؟ اخوك قاسم صار له يومين ثلاثه رايح ومش راجع. قال له مش راجع؟ استني شوي، ما اجاش بالمره؟ لا. قال طيب انا بروح بشوف وين هو. راح لعند المغاره، طلع ولا لقى اخوه ميت معلقينه على الشجره.
ضبوا هيك، ما هو قطعوه ضبوا هيك واخدوا على البيت. راح عند واحد خياط بخيط، خيط له جسمه هيك، ضبوا هيك، صار رجعه كيف كان لاخوه ودفنوا وصلى عليه. ثاني يوم اجوا الحراميه، طلعوا على شجره، ايه وين الزلمه هذا اللي علقناه وقتلناه؟ في حدا اخذه، معناه في حدا معه. اها، في حدا صار يعرف سرنا، هاي المغاره اللي بيعرف سرنا راح نخلص عليه. نزل زعيم الحراميه على البلد اللي قريبه وين الغابه وين الحرش، وصار يسال في حدا اندفن هاليومين؟ قالوا له اه في حدا اندفن. قال في واحد بخيط اشي؟ قالوا اه. راح عند الخياط، قال له يا خياط حدا جاب لك واحد هيك وخيطته؟ قال له اه واحد هون ساكن قريب، ما بعرفش اسمه. قال له وين؟ قال له هذا البيت اياه اللي هناك. شو عمل رئيس الحراميه؟ بالطبشوره حط عليه هيك اكس، وقال بالليل الحراميه بنيجي نخلص عليه لهذا الزلمه. طيب مين شاف الاكس؟ مرته لعلي بابا ياسمينة، طلعت هيك فهمت انه عم بعلموا البيت، قامت جابت طبشوره وكل البيوت اكس 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 اكس، علمت كل البيوت اكس. بالليل اجوا الحراميه ال40 حرامي اللي يشوفوا وين حطوا اكس عشان يفوتوا يقتلوه للزلمه. طلعوا ايه هذا اكس، الحرامي الثاني بيقول ايه وهذا اكس، ايه وهذا اكس وهذا اكس وهذا اكس. يا الله، كيف بدنا نعرف وين البيت؟ فكر هذا رئيس الحراميه، قال انا اسا بعرف. راح جاب 40 جره وحملن على جمال وفات على البلد وقال يا جماعه اللي بده يشتري زيت، اللي بده انا معي زيت، انا تاجر غني. ولا مين شافته؟ ياسمين، مرت مين؟ مرت علي بابا. قالت له تفضل، في محل تنام؟ قال بدي يعني اقضي هالليل هيك عندكم. قالت له اهلا وسهلا. علي بابا قال له شو في؟ قالت له في هيك واحد تاجر ببيع زيت نيموا عنا هاليومين، بركي اشترينا منه الزيتات، معه 40 برميل زيت. والله يفوت ال40 برميل زيت على المخزن تبعه. واخذوا للزلمه هو مش عارف انه في بالبراميل ال40 حرامي. مش عارف. فاتوا هيك وعمل له عشاء للزلمه، قعد يعشيه. قال له شايف انه عندك انت بيتك فقير بس معك مصاري؟ قال له قصة كبيرة انا ما احكيهاش لحدا. الحرامي عارف منين جاب المصاري. يعني هذا هو لازم نخلص عليه. اتفق مع الحرامية اللي بالبراميل، بس اصفر بتصفر بصفر، بتطلعوا من البراميل بتفوتوا بتقضوا عليه وعلى كل عيلته. طيب والله هن عاملين عشاء هيك، ياسمين بتحط هالاكل، تحط له كذا. طلع على علي بابا هات حمص. طيب الحمص بس فيش عليه زيت. قالت له ما فيش عندنا زيت، نسينا نشتري. قال له ايه شو في عندنا زيت؟ الزلمه جايب 40 برميل زيت، روحي جيبي لك شوي. شو يعني كل شوي للحمص؟ قالت له طيب. نزل على المخزن وين ال40 برميل، ما فاتت عين ال40 برميل ولا سمعت اصوات. شو صفر؟ لا ما صفرش. شو صفر؟ ما صفرش. قالت شو هذا الاصوات؟ بالبراميل في اصوات. فتحت هيك شوي ولا لقت واحد حرامي، فتحت الثاني لقت حرامي. قال هدول هن ال40 حرامي اللي حكى لي عنن علي بابا، جايين يقتلوا له علي بابا. طيب قامت غلط زيت ومي، غلت هيك سخون، وفتحت اول برميل ودارت عليه مات. سكرت عليه منيح. فتحت الثاني دارت عليه مات. سكرت عليه منيح. فتحت ال40 برميل موتتهم كلهم، مات. ولا من ايد ولا من حديده.
ورجعت لوين؟ عند العشاء، عند رئيس الحرامية قاعد مع علي بابا، وهي وهو مش عارفة. قالت له لعلي بابا: ضيفنا كريم، تعا نعمل له، نغني له غناي، نرقص له رقصة. قال له: تفضلي. بلشت ترقص، وفي عندنا هذا الخنجر، تعرفوا الخنجر هذا اللي زي السكينة هيك، بس بيجي هيك مايل. وصارت ترقص بالخنجر: ايه علي بابا، ايه علي بابا، علي بابا، علي بابا، علي بابا. وتقرب وين؟ على رئيس الحرامية. ورئيس الحرامية مبسوط عم بيستنى عشان يناموا ويصفر ال40 حرامي يجوا يقتلوه، هو مش عارف انه ال40 حرامي كلهم ماتوا. وقربت عليه، بس قربت عليه بالخنجر هيك، تعمل هيك وتميل عليه تك 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 زي الرقصات هيك. قربت عليه بالخنجر معها، قربت عليه، ما قربت عليه سكته، مات رئيس الحرامية. هلا ليش قتلتيه؟ علي بابا: ليش قتلتيه؟ حرام عليك، هذا ضيفنا. قلت له: هذا ضيفنا؟ اللي مش عارف مين هذا؟ طلع فيه منيح. انا مش عارف مين هذا. قلت له: هذا رئيس ال40 حرامي، تعال اورجيك ال40 حرامي وين. فتحت له اول برميل، لقت حرامي ميت لانه دارت عليه زيت سخن ومي سخنه. الثاني والثاني قال له: والله برافو عليك يا ياسمين، انت انقذتيني، والطمع تبع اخوي موته. انا قلت له لاخوي كل الوقت: الطمع ضر ما نفع. وهاي قصة علي بابا حكيناها، وعليكو رميناها، وتوتة توتة خلصت الحتوتة. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكو في قناة كان يا مكان مع أسامة مصري. هذا هو اللي لازم تكتبوه على اليوتيوب علشان تفوتوا تحضروني. إذا انبسطتوا كتير من القصص، اكبسوا على السبسكرايب، هياتوا هذا اللي مبين قدامكم شايفينه. وإذا بدكم أشياء تقولوا لي إياها، رأيكم في الحلقات، قصص بدكم أحكي لكم إياها، هذا هو الإيميل تبعي، ابعتوا عليه وأنا بجاوبكم وبعمل شو بتحبوا. شكرا لكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة.